القلم الرصاص اللي كلنا كنا بننتظره وقصفوه، معرفش قصفوه ولا لا يا استاذ حمدي، لكن لا ما قصفوهوش ما يقدروش. صح، القلم الرصاص والاستاذ حمدي قنديل الاعلام الكبير اللي احنا بنفخر بوجوده في الحركه الشعبيه الوطنيه. السلام عليكم. بالتأكيد لا نستبشر كثيرا مما قصه علينا إخواننا أعضاء المجلس مما لاقوه من إجراءات شكلية في تقديم مشروع القانون هذا. لا نستبشر كثيرا عند مناقشة القانون في الموضوع. اللي أتعجب له إنه حد من إخواننا في الحزب الوطني الحاكم يقول لنا اعتراضه على أن يصوت المواطنين بالرقم القومي. ليه لا يصوت المواطنين بالرقم القومي؟ ايه المشكلة في أن يصوت المواطن بالرقم القومي؟ ايه المشكلة في أن يكون هناك حد من إخواننا في الحزب الوطني يقول لنا ايه المشكلة في أنه يكون في إشراف قضائي على كل صندوق؟ ايه المشكلة في أنه المواطنين المصريين في الخارج يكون ليهم حق الانتخاب وحق التصويت في الوقت اللي فيه بلد عربي محتل زي العراق أبنائه في الخارج بيصوتوا عندهم الحق في التصويت في الانتخابات المختلفة؟ رد فعل الحزب الوطني وحكومته على هذا القانون وهو رد فعل متوقع، أرجو أنهم يخيبوا أملنا، إنما أعتقد أنه رد فعل متوقع يؤكد لنا أن الحكم في واد والشعب في واد آخر، وأنه آن أوان التغيير. لا شك أنه في الفترة الحالية في الشهور الأخيرة بالذات لا شك في أنه في هبة في البلد، لا شك في أنه في حالة في البلد، حالة توق إلى التغيير لم يجسدها شخص، وإنما جاءنا هذا الشخص الدكتور محمد البرادعي. أنا لا أود أن أكرر ذكر اسمه كثيرا لأنه الحركة الحالية ليست مرتبطة باسم وليست مرتبطة بشخص مهما كان تقديرنا لهذا الشخص، وإنما مرتبطة بأحلام أمة ومرتبطة بأفكار، والأفكار دي بنتشارك فيها جميعا كل تيارات البلد. النهارده بقدر للإخوان المسلمين بالذات تحركهم هم والجماعات الأخرى التي معهم مثل حركة مصريين من أجل انتخابات حرة سليمة في هذا الجهد المدروس العملي اللي بيؤدي ما لو ما أداش لهذا الإجراء النهارده، لو ما حصلناش على قانون مثل هذا للمصريين فسوف نحصل عليه غدا. هذا الجهد المشترك المدروس الهادئ الذي نبع من الناس ونبع من مفكرونهم، بل نبع أيضا من شبابهم الذين شارك بعضهم في وضع بعض نقاط هذا المشروع. الشيء الجديد هنا اللي احنا بنشوفه النهارده تلاقي كل هذه الحركات جميعا وتلاقي الإخوان المسلمين بالذات، ونحن في دارهم لازم نسجل لهم بالتقدير أنهم في الفترة الأخيرة خاصة أظهروا للناس بعض ما كان أو لبعض الناس ما كان خافيا عليهم. نحن في الجمعية الوطنية للتغيير تلقينا بتقدير بالغ ما صرح به السيد الدكتور سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب، أن الإخوان المسلمين يسعون إلى دولة ديمقراطية وإلى دولة مدنية. هذا التعبير لم يكن
واردا من قبل، على الأقل بالنسبة لنا خارج جماعة الإخوان المسلمين. هذا الاتجاه في داخل الجماعة يشجعنا كثيرا على أن نضع، وعلى أي حال بعض الإخوة من الإخوان المسلمين أعضاء في الجمعية الوطنية للتغيير التي هي جمعية للأفراد وليست للجماعات، وإنما جمعية تمثل التيارات المختلفة. سعدنا كثيرا وقدرنا كثيرا للإخوان المسلمين توجههم هذا، وسعدت أنا شخصيا وغيري على ما أعتقد وكل الجالسين بالخطوة التي اتخذها الإخوان المسلمين بكل تجرد وبكل نسيان للماضي وهو مؤلم في حالات كثيرة، وذهبوا بأنفسهم إلى حزب التجمع. ومهما كانت النتائج ضئيلة إلا أنها إيجابية في مجملها ويمكن البناء عليها، ليس فقط مع حزب كحزب التجمع وإنما مع أحزاب أخرى ومع جماعات وحركات وطنية أخرى. الأيام المقبلة سنقف فيها جميعا كل الحركات الشبابية بالذات التي تتقدم الصفوف الآن وتدفع الثمن. سيتقدم الشباب وتتقدم الحركات الأخرى وتتقدم الأحزاب جميعا كما نرجو في طريق التغيير، متفقين على حد أدنى. يجب أن ننسى بعد كل خلافاتنا الماضية وننسى معتقداتنا وأيديولوجياتنا ونركز على مطالبنا المحدودة التي يستحقها هذا الشعب، مطالب التغيير. وبعد أن يتم التغيير لكل حادث حديث يبقى جماعة الإخوان يقولوا تعالوا انتخبونا، والناصريين يقولوا احنا اللي نتولى، والتجمع يقول ما يقول وغيره يقول ما يقول. إنما ده يجي بعد التغيير. حتى يتم التغيير لابد من أن تتكاتف الأيدي جميعا ولا بد من نكران الذات. أشكركم.